بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأخ الرئيس، توجهنا في الجلسة الماضية بمقترح مستعجل وافقنا عليه بفصل راتب الزوج عن الزوجة واعتماد سقف بحد أعلى 1500 دينار. والآن أخوة أيضا تقدموا بمقترح مستعجل مؤجل من الجلسة الماضية ليكون هذا القرار الذي تفضل به سمو رئيس الوزراء مشكورا يشمل السابقين بأثر رجعي، ولكننا نتفاجأ اليوم أن القانون سيطبق على المواطنين أصحاب الطلبات الجديدة وسيحرم منه أصحاب الطلبات القديمة، وهذا أمر بكل المقاييس مرفوض جملة وتفصيلا. لا يجوز أن نطبق القرار على مواطنين ويترك الآخرين. لذلك نحن نوصل رسالة مهمة إلى الحكومة أن هذه هي المخالفة الدستورية في التمييز بين المواطنين. كيف يكون هناك مواطن مستوفي الشروط يؤخذ بطلبه بناء على تاريخ معين ويهمل مواطن آخر قبل هذا التاريخ؟ في أي دولة مؤسسات وقانون تصدر مثل هذه القرارات؟ الآن نحن جاء برنامج الحكومة إلينا، ونقسم بالله العظيم إذا لم يمرر هذا المشروع المهم للناس هذا البرنامج لن نوافق عليه. وهذه نقطة مهمة يجب أن تعلم الحكومة أنها مطلب شعبي يهم غالبية المواطنين المتضررين من هذا القرار الظالم. ونحن نوصل رسالة من الآن في هذا المقام أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن مشاريع الإسكانية بالدرجة الأولى والمشاريع رفع مستوى المعيشة. وشكرا. شكرا.